آية، ازيك يا آية؟ لو الصوت واصل حد يقول لي ان الصوت واصل ولا لا. وانتي كمان يا آية، والله وحشتوني كلكم. كل اللي فاتح يقول لي الصوت واصل ولا لا. شكرا يا بيلا. ماري هابي بارد. اوكي. تمام. بحاول احسن بس من الصوت عشان يوصل تمام. طبعا اهلا اهلا بكل الموجودين. موضوع اللايف النهارده، والله انا يا مهرة، فعلا الانترنت عندي وحش جدا وبحاول احسن منه. قلت لازم اطلع النهارده تعويضا بقى عن اللي حصل، واحاول احاول ان كل يوم يبقى فيه لايف كده. ممكن يبقى من 9 لحد 12 باذن الله. النهارده عايزين نتكلم عن حاجه اعتقد محدش ما شافهاش ولا سمعها، ولا مثلا جديدة عليه ولا أول مرة يشوفه. لأ، شفت ناس كتير بتتكلم عنه، ناس كتير قوي بتجيب سيرة الجذب، قنوات قايمة على الجذب حرفيا. أنا بشوفها وبما إني جربت وبحثت وجربت دي، جربت حرفيا، مش اللي هو يعني. وهقول لكم كمان على التجربة بتاعتي. شكرا يا نان. فعلا في اختلافات كثيرة جدا، فأنا لازم أقول لكم التجربة بتاعتي طبعا من ضمنها عشان يبقى في مصداقية في الكلام أكيد. نقي ميوزك حلوة، ودي حلوة برضو مش وحشة. طيب، بما 88 حلوين، نخش على طول في الكلام بلا تطويل. يا أهلا يا أهلا. أهلا يا قمر، ده الحباب كلها متجمعة. أنا فتحت في الوقت المناسب. طيب، نتكلم على طول على الجذب. الجذب ايه هو؟ حد هيقول دلوقتي الكلام ده احنا سمعناه كتير. لا، لازم تعرفوا يعني ايه جذب. فانا هقفل الكومنتات يعني بسيط، حبة بسيطة جدا جدا، وهرجع افتح تاني عشان يبقى الكلام واضح. طيب، يلا بينا. الجذب عبارة عن ان احنا بنرسل بنرسل اشارات مننا الى الطرف الاخر، ولازم يكون ده من شروط الجذب. الشخص ده عارفني، سبق وإن شافني، سبق وإن عارف اسمي، وإن شافني في الحقيقة هيعرفني. يعني ما ينفعش إن أنا أرسل هذه الإشارات لحد مثلا أنا أعرفه وهو ما يعرفنيش، أو مثلا أنا بكراش عليه وهو مش واخد باله مني خالص. معايا في الكلية، معايا في الشغل، يعرف اسمي بس ما يعرفنيش شكلا. مش هيوصل تماما. طب كلمة مش هيوصل ده معنى كده ان هو حقيقي؟ طبعا الجذب حقيقي وليه مراحل كثيرة جدا، وفي ناس بتوصل مدى اشاراتهم ان الطرف التاني يتحرك حرفيا حسب اللي هم عايزينه. طيب، هو بيعتمد على ايه؟ ده بيعتمد على اقل حاجة عندنا، اللي هي ايه؟ اللي هي الطاقة الشفافة اللي احنا بنرسلها عادية، اللي هي مثلا فكرتي في واحد فاتصل عليكي، فكرتي في واحد فارسل ليك رسالة. ده جذب، نوع من انواع الجذب. فهو بيعتمد على اقل طاقة عندنا. عشان كده اقل واحدة من اللي فاتحة اللايف ممكن تجربه وبطريقة معينة. وانا سبق وان جربته ما كنتش افهم في موضوع الجذب ده شيء، ما كنتش اعرف عنه اي حاجة، وجربته ونجح. يعني انا مش بقول ان هو فشل، لا نجح. لكن ايه هو الجذب بقى؟
يعني الاشاره دي بتروح فين دي، ولا بتيجي منين يعني؟ من قريني بقى، عشان الناس اللي قاعده تهبط بقى، في ناس هبدت طبعا في النص قالت لك ده قرين، وانت بترسل قرين. قرين ايه؟ قريني عمره ما يتحرك. قريني ما بصوا، القرين ما بيتحركش، لا بيروح لحد ولا بيجي لحد. قرينك معاك، معايا دلوقتي ومعاكم انتوا دلوقتي، وبيشوف الحاجه اللي بتشوفها وبيسمع الحاجه اللي بتسمعها، لكن ملوش علاقه بالجذب ده تماما. الجذب هو عباره عن، بكل بساطه، العين التالتة. اوبا، العين التالتة اللي بيخوفونا منها، ايوه، العين التالتة تحركاته كلها من العين الثالثة، اللي هي موجودة طبعا في الجبين، نقول عند الحاجبين كده من هنا. هل العين التالتة حرام حلال؟ هي معترف بيها كمان من الأديان. لو دخلتوا على أي موقع ديني وواحد الشيوخ سألوا حد، يقول لك لا، حرام فتحها. هي موجودة بس حرام فتحها، موجودة مثبوتة دينيا وعلميا، وكمان في علم الطاقة موجودة طبعا في الأساس، ومن غير علم الطاقة في الشفاء الذاتي، يعني هي موجودة مش حد يقدر ينكرها. طيب تشتغل ازاي العين التالتة دي؟ انت أول ما بتبدأ تصفي أفكار العقل بتاعك اللي انت شغال بيه في يومك، بيبدأ يشتغل اللاوعي. اللاوعي ده مع العين التالتة دول أساس بعض. خلاص، هوبا، كل البصيرة بقى عندك تنفتح. العين التالتة بتشتغل رباني في الأحلام، عشان تربطوا الكلام ببعضه صح. العين التالتة هي الأحلام. عارفين لما حد يقولك أنا شفت رؤية وفعلا صحيت لقيتني ناجح، أو لقيتني فعلا البنت دي جاتلي، أو لقيت الحاجة اللي أنا كنت بدور عليها في الحلم، نفس الحلم، هي دي العين التالتة، دي البصيرة الحقيقية، من غير أي لعب فيها ولا فتحها ولا تنظيفها. هي بتشتغل بشيء إلهي. وقت النوم، وقت إرسال منام من الله سبحانه وتعالى لينا، العين التالتة بتنفتح وبتبدأ توري لك المنام ده أو الشيء اللي هيحدث ده. الناس تقول لك الأحلام من اللاوعي، أو ما هو اللاوعي متصل بالعين التالتة، الاتنين حاجة واحدة أو مش حاجة واحدة، بيعملوا مع بعض. طيب ايه اللي بيحدث وقت ما انا اكون عايزه اجذب هذا الشخص؟ اي حد هيفتح تمرين على اليوتيوب للجذب يقول لك ايه؟ اقعد في مكان هادي، صفي ذهنك، عدي من 10 ل1، عدي من 100 ل300. ده كله عايز يعمل لك ايه؟ بيدخلك في جو ايه بقى؟ بيسكت او بيساعد على ان هو يسكت عندك العقل اللي انت بتتفكر فيه، العقل العادي اللي هو الدماغ اللي شغاله مثلا بتحسب فلوس، بابا رايح فين، ماما جايه منين، ويبدأ يشغل اللاوعي اللي هي الطبقة الثانية من الايه، من الوعي بتاعك. عندك وعيين، الوعي الأصلي واللاوعي بتاعك. طيب اللاوعي ما بعد الوعي الأصلي ده بيبدأ يشتغل بقى، وبيشتغل سهل جدا. يعني خدتوا نفس دلوقتي من 1 ل10 وغمضتوا عينيكوا وبدأتوا تخشوا في الاستجمام، هتلاقي اللاوعي عندك اشتغل حلو جدا. اللاوعي أول ما بيشتغل بيدي إشارة واضحة للعين التالتة، أنا اشتغلت، فالعين التالتة تقوله تمام. مطلوب مننا إيه؟ مطلوب مننا نرسل إشارة لأحد أنا بحبه، أنا عايزاك. فالعين التالتة عشان تشتغل محتاجة إيه؟ محتاجة خيال. اللي هو إيه بقى الخيال ده؟ اللي هو هتلاقيه في نفس التمرين. انا بمشي معاكم خطوه خطوه عشان يبقى فيه مصداقيه في اللي انا بقوله. انا دخلت دلوقتي عليكم مره واحده شرحت لكم الموضوع، هتقولي لي لا ما بيحصلش. لا، انا بشرح لكم حته حته. العين التالتة عايزه خيال عشان تخش معاه. احنا قلنا العين التالتة خاصه بالاحلام والرؤيه والحاجات دي. طب نخش ازاي في الخيال ده؟ يقول لك غمض عينك، تخيل هاله حمراء وانت هالة خضراء. تخيل الشخص ده بشكله المعين وهو بيضحك لك، والهالة بتاعتك رايحة للهالة بتاعته. الكلام ده حقيقي، وانا ما يعني ما بقولش حاجة مش حقيقية. ادخلوا على اي تمرين حالا. والتصقت الهالتين ببعض، وبدأت تشوف الشخص ده وتسلم عليه وتقوله بحبك، سامحني، كلمني، انا في انتظارك. طيب تخيل معايا عزيزي المستمع وعزيزتي المستمع،
لما انا اصلا في العادي، في اليوم العادي بتاعي لو انا فكرت في حد او حد فكر فيا ولسه هيتصل عليا، بيجي في خيالك. ده الجذب التلقائي. احنا اصلا منجذبين لبعض بسبب الحبل الاثيري. الحبل الاثيري ده مش محتاج حاجه، انت مجرد ما، يعني انا دلوقتي اديكم مثال على الحبل الاثيري اللي هو بيلعب عليه العين التالتة بقى. انا دلوقتي عرفت واحده مثلا في البث هنا اسمها ريهام مثلا. ريهام قابلتني وانا قابلتها واتكلمنا، انا وريهام نشأ بينا حبل اثيري. لو ريهام فكرت فيا دلوقتي انا هفكر فيها. هو ده الحبل الاثيري، هو ده الحبل الاثيري. عشان ما حدش يضحك عليكم يقولك تعالى انشأ لا، الحبل الاثيري بينشأ لوحده وبينتهي لوحده بتغيير الطاقات. طيب العين التالتة تخيلت دلوقتي معايا ان في هالتين وداخلين وسامحني وبحبك وكلمني يا يوسف، كلمني يا محمد، كلميني يا مروة، تعالى احنا الاتنين نتقابل، يعني مسج. في انواع معينة من التمارين، في مثلا تمرين اسمه تمرين الشاشة الخضراء، وده انا جربته شخصيا. وكل التمارين دي بتنجح في حالة واحدة، ان احنا نركز العين التالتة على الخيال اللي هو الشاشة. تخيل معايا شاشة وانت في رسالة بتكتبها، وتخيلي الكلمة وانت بتكتبيها، سامحني، بحبك، كلمني، وبترسلي الرسالة او الجواب في الشاشة. فبتوصل للايه، للشخص التاني اللي هو مفروض ان هو ورا الشاشة. حلو جدا. العين التالتة معاها دلوقتي رسالة، ده جذب اهو، خلاص معاها دلوقتي ايه، رسالة. تشوف بقى مين هيوصل الرسالة؟ الحبل الأثيري. طب لو الحبل الأثيري ده مرتبط بيني وبين زوج، هيوصل سريع، هيوصل. طب لو مرتبط بيني وبين ماما، بين حد أنا عارفني وكان في بينا مشاكل، يبقى لسه في الحبل قوي، فهيوصل. حلو جدا. إذن هو حقيقي، يعني مش وهم، لا مش وهم. ولكن ايه بقى اللي انتشر، او الحاجة السر، او الحقيقة اللي في الموضوع كله محدش بيتكلم عنها؟ اول حاجة، لو انا جبت لكم مثال على ارض الواقع، انت كتبت رسالة دلوقتي لحد ما في فرنسا، ايا كان البلد اللي انت فيها، جه ساعي البريد قال لك فين رسالتك يا استاذة، اتفضل. عايزة اوصلها فين؟ فرنسا، شارع 700 مثلا او شارع 17 برج 20. راح الراجل ساعي البريد، ركب الموتوسيكل بتاعه من بلدك وراح الطيارة، اداها، قال له دي رسالة. ساعي البريد اللي في فرنسا جه راح موصلها للراجل في نفس الشارع ونفس المكان. ساعي البريد اللي بيوصل الرسالة انتهى دوره خلاص، ما على الإنسان التاني إلا إنه هو يرد. صح كده؟ صح كده. هل الشخص التاني اللي مسك الرسالة وقت استقباله لرسالتك كان هو بقى ناوي على إيه؟ ناوي يكلمك ولا مش ناوي يكلمك؟ طب لو الشخص ده مسك رسالتي وانا بقوله فيه بحبك قوي، سامحني يا يوسف، كلمني يا عمرو مثلا، والشخص ده مش عايز يكلمني، او هو مش نفسه يكمل معايا العلاقة دي اصلا. الفرق ما بين الجواب الحقيقي والجذب، ان الجذب بيعمل حاجة زي السحر كده، تنويم مغناطيسي. ناس مش عارفة بصراحة لحد دلوقتي، مش عارفين يقولوا هو ايه اللي بيحصل، سيطرة على العقل ده ولا ايه، بس هم في ناس قالت لك ده سحر حلال، ان هو يكتب لي رسالة يقول لي انا كمان بحبك، او انا كمان مثلا نفسي اكلمك، والله وحشتيني. طب لو هو كراش، يعني مفيش بيني وبينه علاقة، ايه اللي هيحصل؟ هيكلمني، عاملة ايه، اخبارك ايه، الحمد لله. استني بقى، مبسوطة انت طبعا، تعالي بقى اقولك ايه اللي هيحصل. انتي وانتي بتبعتي الرسالة، انتي نقلتي مشاعرك للشخص ده، فهو رد على المشاعر اللي انتي بعتها له. فوقت ما يتلقى هذه الرسالة، فورا بعد ما هو يعمل اللي انتي طالباه، بتتوقف كل المشاعر، تنتهي. تخيلي معايا، بتندثر في الهواء. فتلاقي اللي كان ما بيكلمكيش راجع ما بيتكلمش. طب انا طلبت منه، بنات تقولي ده انا طلبت منه يقولي بحبك، مش هيقولها لك. مش هو ده الجذب. الجذب هو اجذب شخص ليا، بعد ما تنتهي الرسالة بيرجع شعوره الطبيعي بقى. لو هو فعلا بيحبني هيرجع يكلمني.
لو هو عايز يقولي بحبك هيقولها لي، لكن انا هوصل له رساله انه يقول لي بحبك، لا ما بتحصلش. دي الحقيقه بقى. فعمليه الجذب اللي انا بقى عملتها، اقول لكم بقى على اللي انا عملته. انا وانا عندي 20 سنه عملت جذب، وفعلا ركزت فيه، وكنت بقى ايه يعني اللي هو لازم اعمله، ولازم اوصل للشخص ده. وقلت اكيد اكيد يعني كل الكومنتات انا عملت وانا يلا بقى يلا تشجعي يا سلمى. وفعلا قعدت على السرير وغمضت عينيا، والله ده اللي انا بقوله صدق يعني. وكان الشخص اللي بيعمل الجذب ده كان حد مصري، وهو بطل الموضوع ده عموما يعني. بس المهم ان هو عمل زي ما قلت لكم بقى الهالتين. تخيلي هالة خضراء وهالة حمراء، وواحد بيجي للتاني والتاني بيجي، معرفش الهالتين بيفتحوا مع بعض. ده اللي حصل بالظبط. وانا وتخيلته كمان بالشكل اللي انا ايه بحبه بقى، اللي هو الدقن الخفيفة وكده. الشخص ده يا جماعة كان بقاله 3 شهور ما بيكلمنيش خالص، اوف اون. قلت خلاص انا هبدأ بقى يلا. وفعلا عملت، وصلت له مسج، قلت له كلمني في الجذب، قلت له كلمني يا فلان، الاسم اللي انا بحبه اناديه بيه. حصل اسبوع بالظبط ورجع قال لي عامل ايه، اخبارك ايه، ازيك؟ قلت له الحمد لله بخير. قعد يتكلم شات كامل، بعديها اختفى. الله. رحت عامله له جذب تاني، رجع كلمني. وبعدين قال لي حاجه غريبه جدا، قال لي والله انا مش عارفه انت بتيجي على بالي. انا قلت بقى الواد غرقان في حبي بقى غرقان في حبي. انا ما كنتش اعرف اللي انا بعمله، انا كنت بدمر الحبل الاثيري وانا ما اعرفش. انا باجي اكلمك مش بتيجي على بالي كتير مره واحده، وانا بقى مفكره ان انا مش عاوزه بقى اللي هو ايه، هجيبك عندي اعمل لك عمل وهجيبك. وفعلا حصل. وكان كل ما اعمل له الجذب يجي ايه يكلمني. مره في 2 في 3 لاحظت عندي ان انا بدأ يجيلي صداع شديد جدا 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 بدون سبب. الصداع ده فيه ايه؟ صداع فظيع. مش بس كده، كوابيس متتالية، كوابيس 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 كوابيس. اعمل رقية ما بتنزحش من عليا. في ايه اللي حصل؟ قعدت وبقى قلت بقى انا لازم اقرأ عن اللي انا عملته ده. طبعا اكتشفت ان انا، وده مشكلة ان انا ما ادورش ورا الحاجة المعلومة اللي بسمعها، دي كانت مشكلة برضو من عندي. ايه بقى هي؟ عرفت ان الجذب الحقيقة اللي هما ما قالوهاش ان هو بيفتح العين التالتة. وخطر خطر 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 ان انا افتح العين التالتة. انا قلت خطر، في ناس فتحها في ناس فتحها، بس فتحها عايز الاول حاجة اسمها تنظيف، وبعد كده افتحها. وما بيفتحهاش يا جماعة العين التالتة دول، او ما يحتاجش يفتحها غير المعالجين، او الناس اللي هم الشيوخ اللي يعني بيطلعوا العفاريت من على الناس، او المعالجين بالقرآن واللي هم حتى القصصين، يعني اللي هم قسيس في كنيسة بيفتح العين بيعمل كده، لان ده بتحميه من الجن او من العالم الاخر. موال انا كإنسانة عايشة على كوكب الارض انا مش محتاجاه. يعني ده اللي انا اكتشفته بقى، انا مش محتاجة افتح العين التالتة. المهم قرأت طبعا من اعراض اللي انا عملته. اول حاجة ان الجذب عبارة عن رسالة بتوصل، بعديها المشاعر الطبيعية بتيجي، ولا حاجة حصلت ولا حاجة حصلت. هو زي السحر بالظبط، بس سحر مؤقت. كأنك حطيتي دواء منوم لواحد هينام 3 ساعات وهيقوم يقولك ايه ده، هو انا نمت امتى؟ هو ده اللي بيحصل بالظبط. منوم في شراب احدهم وهيصحى يقولك في نوم عليا ولا ايه. لكن هل هو يساعد على اشعال عواطف الشخص الاخر؟ لا. هل هو يساعدني على اتحادي مع توأمي مثلا؟ اكيد لا. خدوا بقى المفاجأة، الجذب كمان مش بس بيفتح العين التالتة، لا، ده كمان ممكن يخلي في صورة عكسية للي انا كنت عايزاه. يعني الشخص ده هيكلمني بس بعديه هيحس ان هو اتقفل مني. ودي حصلت مع بنات جت قالت لي واستغربت، تقولي انا بعت ان هو يكلمني، ازاي بعد ما يكلمني يقولي مش هشوف وشك تاني في حياتي، انا حاسه انا بكرهك. ايه اللي حصل؟ الرساله وهي بتوصل عبر الحبل الاثيري بتوصل، قلت بايه؟ بمشاعرك، يعني بمعتقداتك.
يعني بنيتك. فلو انت بتبعتي رسالة لواحد غايب عنك مثلا، يعني كلمني يا يوسف، هو وحشك قوي بس انت عايزة تشتميه ان هو بعد عنك، دي مشاعر غضب اتبعتت مع الرسالة. يوسف خد كلمة وحشتني ومشاعر الغضب اختلطت مع بعض في الحبل الأثيري، هوبا الصورة انعكست. بدل ما انت جاية يقولك ايه، بدل ما تكحلها عمتها بالمثل المصري. عشان كده قعدت سنتين ادور، هل الجذب حقيقي ولا وهم، ولا احنا بنضحك على نفسنا، ولا الناس دي بتضيع وقتها ولا ايه. بالذات اني شفت ناس عاملة محتوى كامل عن الجذب. طب يا جماعة ما تقولوا الحقيقة، انتوا مش عايزين تقولوا ليه انه بيفتح العين التالتة؟ لا، هو بيفتح العين التالتة، بيفتح العين الثالثة فتؤدي فتحها بدون علمك. طبعا عين تالتة يعني كوابيس بدون سبب، تحس عندك خمول رهيب، صداع، تساقط في الشعر، اشياء بقى انتي مش عامله لها حساب لان حضرتك مش عارفه انتي بتعملي ايه. لكن اللي بيفتحها وعارف هو بينظف الاول وبعد كده يفتح. العين التالتة هي الفارق او الغطاء ما بين الحقيقه والوهم. عشان كده هي اللي بتشتغل في الاحلام والرؤى، اللي هي الرؤيه اللي بتشوفوها من عند الله بتبقى عين تالتة. فاحنا المفروض في الديانات الأخرى زي الهندوس و بيعملوا حاجة اسمها فتح شاكرة العين التالتة. أنا ماليش، ما بحبش أنا أفتح العين التالتة، وما بحثت عنها ما لقيتش إن هي هتكون ليا الداعم. لكن العين الثالثة يعني بالأصح، واللي حابة أوصله عنها إن هي بتبقى، مش عايزة أقولها محشية، كلمة محشية دي كلمة مهينة أوي، خلينا نقول مغطاة، محجوب عنها الرؤية بالمعتقدات الفاسدة أو الوهم اللي ممكن تصنعه أنت في حياتك. أدي مثال أقرب للحقيقة. لو أنا دلوقتي في علاقة مع رجل بقول عليه أنه بيحبني، شفتي بقول على الرغم أن تصرفاته مش كده. طب أدي مثال تاني، توأم الشعلة المطاردة عينها التالتة بتبقى مغلقة تماما بسبب إيه؟ إن هي بتقول إن الهارب بيحبها فأنا لازم أطارده عشان يحبني، ده وهم. فالعين التالتة بتغلق تماما. امال هي مش المفروض مقفولة؟ لا، هي المفروض تبقى تستقبل الحقيقة مش الوهم. شفتوا الفرق؟ مش افتحها، انا مش هفتح عين تالتة، هي تفتح وقت ما تفتح وتقفل وقت ما تقفل. اولياء الله الصالحين موجودين في الديانة الاسلامية، او الناس اللي هم في رباط مقدس مع الله، اللي هم الناس اللي بيبقى يقولك انا بنعزل عن الناس، او الصوفية، او الناس اللي بتتخذ يعني معتقد ديني لوحدها. الناس دي عندها العين التالتة بتستقبل الحقيقة مش الوهم. فدول ناس العين التالتة بتفتح ليهم بإذن الله وتغلق بإذن الله. لما بنبدأ في الصحوة العين التالتة بتتنظف لوحدها. عارفين يعني، مش عارفة اجيبها لكم ازاي، كوميدينو اللي جنب السرير بتمسحوه وتحطوا عليه الحاجة جديد كده، هو ده اللي بيحصل في العين التالتة. لكن لو انا عملت ان انا عايزة افتح العين التالتة، طبعا بتفتح تلقائيا مع الجذب. اي شيء هتخذه كتأمل وهقعد، انا ما حدش يقول لي انت بتنكري التأمل، لا، في انواع معينة من التأمل خطأ ان احنا نعملها بطريقة غلط هتؤدي بينا الى المهالك. فبالتالي لو انا قعدت في مكان وتخيلت الهالة ولون الهالة كده، العين التالتة هي بتشم ريحة اللاوعي فتقول له بس تعالى لي بقى، وننشأ بقى مع بعض رابط جديد اللي هو رابط العين التالتة، وتنفتح العين التالتة مني. اصحى الصبح الاقيني الله في كابوس، كنت بحلم بكابوس بشع. في ناس بتحلم باحلام خارقة، يقول لك ده انا حلمت حلم غريب جدا، سبب العين التالتة. ما حدش يقول لي افتح العين التالتة عشان احلم بقى واحلامي تتحقق لوحدها. بتتفتح بدرجة معينة وتغلق بأمر من الخالق. ربنا بيفتح لنا العين التالتة في فترة ما ويغلقها بأمر من الخالق، لأنها فتحت خالص بدون ما أنا أدري. أنا كده حرفيا هتبقى الهلاوس تتحقق وتبقى على أرض الواقع. الناس اللي بيجي لها هلاوس سمعية وبصرية عين تالتة خلاص بدأ العين التالتة تنفتح. المعالجين الروحانيين بيفتح العين التالتة عشان يشوف حاجات أنا ما أقدرش أشوفها كإنسان طبيعي.
اللي هو يشوف قرين الراجل اللي قدامه الملبوس، ويشوف قرين الست الملبوسة و دول ليهم شغلهم. لكن انا كإنسانة او انسان ما اسعاش غير السلام النفسي، او ان انا ابقى في شخص جديد نفسيا وشخصيا و هفتح العين التالتة هعمل بيها ايه؟ مش هعمل بيها حاجة كمعالجة مثلا، لا. يبقى خلاص، يبقى كل ما يهمني في العين التالتة ان انا فقط استقبل الحقيقة وليس الوهم. طيب نرجع لمرجوعنا تاني في الجذب. نزلت قبل كده عن الجذب وقلت هو شيء مؤقت. يعني انت دلوقتي لو قابلتي فيديو واحدة طالعة بتتكلم عن الجذب وتقولك تعالى اعلمك طريقة الجذب يا اختي، هاتي ورقة وقلم وعلمك طريقة الجذب، اعرفي ان هي مش عارفة حاجة عنه غير انها قارئة حاجة على جوجل وجاية تقولها لك. ليه؟ لو سألت اي حد حتى اللي بيقرأوا تاروت، تعرفين الناس اللي بتقرأ تاروت في معظمهم فاتحين العين التالتة لانها بتسترزق منه. وانا مش قصدي هين اللي عندها، بس هي عارفة ان العين التالتة لما تفتحها الكارت منها لو وقع على الترابيزة معناه ان الحاجة دي الصح. والناس دي عندها ملايين المشاهدات، العين التالتة عندهم مفتوحة وبيعرفوا يقفلوها امتى ويفتحوها امتى. دي ناس لها شغلها. في ناس قارئين تاروت يقولك لا ما افتحش العين التالتة عشان ايه؟ عشان يجيلي فلوس اكتر. لا يا عم شكرا. فالجذب الموجود على الانترنت ده شيء سطحي من على السطحية، لكن في الأعمق هو مليان كوارث. أمال إيه هو الجذب اللي انت بتتكلمي عنه أو الحبل الأثيري اللي احنا بنسميه الجذب التلقائي؟ إيه هو الجذب التلقائي بقى؟ الجذب التلقائي اللي أنا شرحته في الأول خالص، إن بقى دلوقتي أنا عارفة يوسف ويوسف عارفني، كان بينا علاقة سابقة من أقولك من كام سنة، من 6 سنين، يلا ضربت رقم كبير. انا ويوسف ما قطعناش الحبل الاثيري. طب الحبل الاثيري بيتقطع؟ معلومه بقى اللي الناس كلها بتقول لي انا عايزه اقطع الحبل الاثيري. الحبل الاثيري لو قعدتي من هنا لبكره الصبح مش هيتقطع. ليه؟ الحبل الاثيري هو يمشي وفق اوامر التوقيت الالهي. اديكم مثال. في مطاردة اسبانية في توأم الشعلة كانت بتحاول على مر 3 سنين تقطع الحبل الأثيري بينها وبين التوأم، وتروح للمعالجة الروحانية فلانية وهي كاتبة كده في المدونة بتاعتها على الانترنت. المهم ان جت في مرة قارئة تاروت قالت لها ما تقطعيش الحبل. قالت لها ليه؟ قالت لها عشان هو مش هيتقطع، عشان انتوا بينكم ميعاد، والحبل ده هو اللي بيربط الطاقات ما بينكم عشان هو يتقلب مطارد وانت تتقلبي هارب. خلاص يعني تبدأوا بقى العلاقة تاخد الايه الشكل التاني. وكان هو الصح. بعد سنة الشخص ده رجع. فهي قعدت 3 سنين تحارب في حاجة ملهاش علاقة بانها تقطع، ملهاش علاقة بيها خالص. الحبل الأثيري بيتولد بميعاد وبينتهي بميعاد، وانتهائه بيبقى عبارة عن ايه؟ الطاقة بتاعتي بتتغير. يعني انت حضرتك دلوقتي لو بطلتي تفكير في يوسف، عندي مثال على يوسف برضو، بطلتي تفكير في يوسف، في فهد، في إبراهيم، في أمير، طاقتك اتغيرت من شخص كان بيعايز يعرف أفكار وطاقة يوسف إلى شخص فاكك تعلق. الحبل الأثيري بيضعف. حلو. لو يوسف دلوقتي قرر يدور عليكي الحبل يقوى. طب امتى بينقطع؟ بتوقيت إلهي لا أنا أعلمه ولا أنت ولا حد يعلمه. فلو أنت فكرتي في إني امتى هقطع الحبل الأثيري، ده خطأ من عندك أنت بقى. ده كده ده تعلق. أي شيء بفكر فيه زيادة عن اللزوم ده تعلق. اللي بيفكر فيه أقطع الحبل بيني وبين أمي، أقطع الحبل بيني وبين أبويا، أقطع الحبل بيني وبين الطليق بتاعي، ده تدخل فيه يعني موضوع التعلق بقى. خلاص دخلت في التعلق، والحبل بيقوى بالتعلق. شفت الرابطة؟ يعني انت انك تقعدي على السرير وتسمعي معالجة بتقولك في التليفون يلا دلوقتي بسم الله هنقطع الحبل، انت ركزتي على الحبل فالحبل يروح يقوى اكتر. وهو ده الغلطة اللي بتحصل في معظم الناس اللي هم بيحاولوا قطع الحبل الأثيري. ما تحاوليش تقطعي الحبل الأثيري أبدا. ده بالنسبة للحبل الأثيري اللي هعمل عنه برضو لايف لوحده. نرجع للجذب عشان ما نكونش تهنا من بعض. طيب
انا عايزه انقي ميوزك تانية بصراحه، عشان بحب يبقى فيه ميوزك مختلف. اوكي طيب، ايه هو بقى الجذب التلقائي اللي هو انضف حاجه واحسن حاجه وافضل حاجه؟ البرفكت، اللي انا فعلا لو الشخص ده جه يكلمني انا هضحك هبتسم في التليفون، لاني عارفه ان هو بيتكلم لوحده من غير تدخلي انا، بيعتمد على الطاقه بتاعت سيادتك. عشان كده حضرتك وكل الناس اللي بتقعد تضحك وتهزر على الموضوع حقيقي مش كده. تقولك اول ما ابدا اهتم بنفسي واشوف حياتي وافك تعلق بالاكس، الاقي الاكس نطلي. الاكس ما نطلكيش، الاكس انتقل ليه طاقتك المتجدده، فبدا هو غصب عنك جذبتيه. عشان كده عندنا حاجه اسمه جذب الماضي. هل الماضي احنا بنجذبه ولا الطاقه الجديده بتجذبه؟ الطاقه الجديده بتجذب الماضي بجد. والله الطاقة الجديدة بتجذب الماضي وبتجذب الحاضر وبتجذب المستقبل. دي الطاقة الجديدة لأنها طاقة مشعة. الماضي لو عايز يرجع هيرجع في ثانية، خلاص هو شاف الطاقة الجديدة حاجة بصوا زي الشمس كده، شعاع الشمس. عشان كده في ناحدة تقولي ليه لما بدأت أتجدد وفك تعلق رجع للشخص القديم؟ عشان هو خلاص طاقتك شعت. لو انتي رفضتيه خلاص بيروح ما بيرجعش، إلا لو كان هناك توقيت إلهي يلعب في المنطقة دي. دايما التوقيت الإلهي هو سيد الموقف. أنا ما أقدرش أطلع دلوقتي أقول لسيادتك دي المفاجأة بقى، إن ما أقدرش أطلع أقولك أنت علاقتك بفلان انتهت. أنا كده بكذب عليكي وبكذب على نفسي، لأن التوقيت الإلهي ما بيقولش كل أسراره لحد. حتى قارئة التاروت والفنجان ما بتعرفش أسرار التوقيت الإلهي. طاقة إلهية سكرت مقفولة عليها، تمنح فقط لمن كان له الإذن في ذلك. ممكن انتي تحلمي النهاردة بأن حد من الماضي بيديكي خاتم، لبستي الخاتم وقالك هرجعلك تاني مثلا، صحيتي الصبح لقيتيه رن على التليفون. دي توقيت إلهي بيبعتلك إشارة. منين؟ جاية من عند ربنا، ما أقدرش أنا أتحكم فيها. التوأم اللي بتسأل هل الهارب راجع الهارب مش راجع، توقيت إلهي ما أقدرش أتكلم فيه. عند التوقيت الإلهي بنقف، ما أقدرش أصرح لك بحاجة، ولا هو هيقولي ولا أنا هقوله ولا حد يقدر يتكلم معاه. دي طاقة إلهية بترسل في وقت محدد وفي يوم محدد في سنة محددة. بيدخل في توقيته الحمل، بيدخل في توقيته الجواز، بيدخل في توقيته الاتحاد، بيدخل في توقيته الشفاء. الألم والمعاناة اللي احنا بنحس بيها في حياتنا ليها توقيت إلهي تنتهي فيها، خلاص الألم ده انتهى. 10 اللي بتظهر على الساعة، 10 دي من الطاقة بتاعت التوقيت الإلهي. لو حد لقى 10 في الساعة أو كده معناها شيء بينتهي، خلاص ميعاد توقيته انتهى وهيبتدي شيء جديد. عشان كده أنا دايما لما حد بيجي يسألني على رجوع على كذا، طب الكرم ده مش ممكن يرجع لي؟ ما أقدرش أقولك حاجة، لأن الكرمي ممكن يتحول إلى شخص مش كرمي. الله، إزاي؟ ما انت بقى هنا بقى ده التوقيت الإلهي. الشخص الكرمي اللي أذاكي أو اللي دخل في حياتك اداك رسالة معينة وشاور لك على شيء تغيره، بعد ما تغيره هو كمان هياخد رسالته من حد وهيتشافى وهتتقابلوا انتوا الاتنين في معركة جديدة، تتجوزوا وتجيبوا عيال. ايه الكلام ده يا سلمى؟ الكلام ده ما سمعناهوش قبل كده، عشان انتوا مفكرين ان الحياة دي لازم تتحط ألف ب ج د. لا، الكلام ده في المدرسة، الكلام ده في الجامعة، الكلام ده في الشغل، الكلام ده بينك وبين ماما وبابا، هما بيرتبوا لك حياتك هتمشي ازاي. هنا في الروح والحقيقة وفي المستقبل وفي دلوقتي مفيش ألف وب. في التوقيت الإلهي مفيش ألف وب، في معجزات، في سحر، في معجزة. احنا عندنا توكيد اسمه أنا أسمح للمعجزات تتدفق في حياتي. انت متوقعة المعجزة تبقى ايه؟ هي المعجزة ليه اسمها معجزة؟ حاجة لا يمكن حدوثها تحدث، لا يمكن. أنا مش متوقع إن الجبل ده هينشأ ويطلع منه روح، انشأ وطلع منه روح. فحضرتك
لما بقولك أو حضرتك أرجوك لما يدخل لحياتك أيا كان مين هو الحد ده، كارمي، شعلة، توأم، أي توأم، سيبكم من المسميات، دخل لحياتي حد شاور لي على شيء معين يجب علي تغييره، أركز بقى في الرسالة وليس في حامل الرسالة. مركزش في الرسالة مين اللي جاب الرسالة، ركز في اللي ايه، في اللي هو جابهولي، ولا ماليش دعوة بقى بطاقة الغضب والانتقام، أركز في اللي معايا. لأن التوقيت الإلهي بيقول لي، والكارما كمان بتقول لي، الطاقات الشفافة اللي بتحكم الكون ده كله، الكون اللي ليه رب، عشان الناس تقول لي وانت بتقولي الكون ليه ما نقولش رب الكون؟ الكون هو وسيلة لخدمتنا على الأرض. حضرتك أقوى قوة على الأرض، انت أقوى من أي حاجة على الأرض. ربنا بيقولك انت أقوى قوة على الأرض. أنا خلقتك وعارف ان انت الدماغ، انت اللي شغال، ما فيش حد زي عقلك. كرمنا بني آدم، كرمتك، فلازم تعرف انت متكرم ولا لا. هي دي النقطة، عشان ما اقولش الكون والكرمة دي طاقات حوالينا اللي بتحكم الأرض. اوكي تمام. فحضرتك وحضرتك الكرمة بتقولك وتوقيت الإلهي بيقولك جالك رسالة، جاتلي رسالة بتقولك ايه، اغير من نفسي، غير من نفسك يلا. طب والشخص ده ملكش دعوة بيه، ده هيرجع ولا مش هيرجع؟ سيبه بقى، سيبه ياخد رسالته وهيجيلك في الوقت المناسب، الوقت اللي انت هتبقى مستعد ليه، مش محتاجه. لان حضرتك او حضرتك لما بتكونوا هتموتوا على حد، وموضوع الجذب عن الموضوع ده، انا بعمل جذب ليه؟ ده مخالف على فكرة قانون، يعني ان انا اقعد على السرير واعمل طاقات وعايزه اجذب شخص، ده مخالف للتوقيت الالهي، مخالف للطاقة الشفافة، لطاقة الحب اللا مشروط. انا بحبك وانت بعيد، وبحبك وانت بتاخد اجازتك مني، وبحبك وانت بتاخد رسالتك مع الطرف الثالث، وبحبك وانت عارف انت هتجيلي في وقت ايه، وابنح لك الحب والسلام ايا المكان اللي انت قاعد فيه. وبحبك وانت مش قادر تاخد ناحيتي خطوة ولا ربع خطوة ولا نص خطوة. فبالتالي لما حضرتك بتستخدم الجذب او التعلق او المطاردة في جذب الشخص او الشيء او الفعل ليك، انت بتعارض التوقيت الالهي. طب انا عرضت التوقيت الالهي، تيجي الكرمة عليا تعملني سيخ شاورما وتقطعني جزل، تعمل لي سندوتشات وتوزعها على الناس الموجودة. ليه كرمة تعمل مني سيخ شاورما؟ لان انا بحاول امشي عكس التيار. عندنا مقولة حلوة قوي يقولك اذا كان التيار ماشي عكسك لف بقى وامشي معاه يلا، عشان لما يمشي عكسك معناه انت ماشي غلط. امشي مع التيار صح، هتروح على الشط، هتمشي عكسه هتروح تغرق، خلاص جيلك دوامة في نص البحر تغرقك. انا قعدت سنين امشي عكس التيار، ودايما اجيب لكم سيرتي في النص، كل تجارب مشيت عكس التيار في دراستي، في حياتي، في تفكيري، في شخصيتي، في تغييري. ما اصابني الا ان انا دخلت او زودت الليالي المظلمة في حياتي. ايوه الليلة المظلمة ممكن تيجي مرة، ممكن تيجي 4، ممكن تيجي 5، ممكن تيجي 10، على حسب انت ايه اخبارك. استفدت حاجة؟ استفدت 1 2 3، خلاص تمام. طب مش عارف، عندي شيء، وهشرح بقى الليلة المظلمة دي في لايف لوحدها، بس بديكوا حتة كده منها. احنا عندنا حاجة اسمها الليلة العاصفة، دي مش بتكون ألم، هي بتيجي تغير لك الحاجة اللي مش هتعرف تغيرها. زي ايه بقى؟ اللي كل اللي في اللايف مستنيينها، الانفصال اللي هتموتي عليه من شخص نرجسي او من حد معين، الانفصال اللي بيجي للمطاردة او الهارب عشان يجمعهم ببعض. فالليلة العاصفة بتحس ان هنا في سحر، ازاي الموضوع ده انتهى، او ازاي الشخص ده رجع، او الشخص ده حصل ايه. اسمها الليلة العاصفة اللي بيمر عليها الهارب في اول يوم بينفصل فيه عن الطرف الثالث، او خلاص بيشوف حياته بعيدة عن والدته او بعيدة عن البيئة اللي كان فيها أو. طيب يعني الجذب طلع بيفتح العين الثالثة، وكمان بيعرقل التوقيت الالهي، وكمان بيعمل ده بيعمل كوارث. ده لا مش بيعمل كوارث، لكن بيخليني متعلقة بفكرة انا عايزة الحاجة دي، يا اما هرمي نفسي من الشباك.
لو ما جبتوش الراجل ده كلمني النهاردة وقال لي بحبك، انا هرمي روحي من الشباك وانا مغمضة. تعلق، خلاص انا اتعلقت بيه. بدل ما كنت متعلقة بيه وهو اوف اون، لا اتعلقت بيه ازيد. لا، ومراقبة التليفون بقى، بعد ما بعتش، اتكلم ما اتكلمش. وبعد ما يتكلم انا كمان قاعدة مستنية هيكمل كلامه امتى. ويا نهار ابيض، دخلت في دوامة التعلق العاطفي. ومش بس كده، ده كمان دخلني في صواعق، هتنزل عليا صواعق بقى. طبعا الصواعق الكرمية. ليه بقى؟ حد يقول لي ليه بتشغل عليا صواعق؟ ليه؟ انا عملت ايه يا عم الحاج؟ اقول لحضرتك، حضرتك ما بتعمل جذب، بتنتقل منك طاقات لحد، الحد ده مش عايز يستقبل الطاقة دي. انا مش عايزها يا اخي، انت بتبعت لي طاقة زي دي ليه؟ الكارما او طاقة الكارما ما تحبش الجذب، ما تحبش حد يتدخل في حاجة إلهية، عشان كلهم تحت طاعة الخالق، طاعة الإله. فهي بتشوفك وانت بتتدخل وبتحاول تتدخل. الجذب لما انا اقعد وابعت رسالة، ده تدخل منك خلاص. حد يقولي ده ما ده قدر وده يا سلام، كل حاجة بتعملها كلها مفيش أقدار معلقة. خلاص لغينا القدر المعلق، او مش عايزين نسمع عنه. احنا عايزين يبقى في توكل تام 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 على ان ربنا هو المسؤول كمان عن الاشياء السيئة اللي بنعملها في حياة بعض. لا طبعا، طاقة الجذب اللي بتبعتها انت بتتدخل في طاقة الانسان اللي ايه التاني مش عايز يستقبل هذه الطاقة. الطاقة دي هتثقله، تعبان، بيمر بكرمات هو كمان. فالكرمة تقولك انت كمان عملت معاه كده، انت بتحاول تتدخل. ومش بس كده، انت بتحاول تتدخل بقوة. انا همنعك بكرمة، خد الكرمة بتاعتك بقى. تنقلب عليك حياتك رأسا على عقب وتقول الله ايه اللي حصل، عشان حضرتك حاولت تتدخل. انا بعد فترة كبيرة جدا عرفت ان الكون كله ورسالتنا على الارض ان احنا هناك اشياء يجب ان تترك الان. يجب ان تكف عن مراسلة هذا الشخص. في كروت، ناس بتقرأ تاروت او بتحب التارو، مش التارو نفسه، كروت اللي هي العادية، المسجات العادية. كارت واضح كده يطلع في ايدك يقولك الآن توقف عن مراسلة هذا الشخص الآن. لما نقولك الآن يبقى الآن. طب انت رايح تعمل جذب لواحد مش هيخدمك، وهتقولي طب ما الكرمة بتعاقبني عشان انا بعتله الطاقة دي. ومش بس بتعاقبك عشان كده، بتعاقبك عشان حضرتك طاقتك الحالية مش مؤهلة للطاقات دي. انت هتجيب راجل عليك، او سوري يعني هتجيب حد تاني، الشخص التاني اللي هتدخله حياتك ده طاقتك دلوقتي مش عايزة طاقة الشخص ده. المطارد بيجيله كرمات ليه؟ عشان يتوقف عن مطاردة الهارب، لان الطاقة بتاعته بتتحول دلوقتي. فانت طاقتك بتتحول، لا انا راح اطارد فلان، لا انا لازم اقعد اعمل جذب الحبيبي يروح قلبي. يا حبيبتي مش بيخدمك. فالكرمة عمالة تقول يا حبيبتي يا روح قلبي مش بيخدمك، طاقته مش هتخدمك دلوقتي، لا انا عايزاه دلوقتي. يا ماما مش هينفع، انا عايزة. خلاص انت حرة، الكرمة مش هتمنعك، هتخليك تجرب الحاجة. عشان كده في الاخر تروح واخد الايه بقى، تاني تتطربق على دماغك. طب اتطربقت ليه على دماغي؟ لانك ماشي عكس التيار، والتيار بيقولك امشي معايا، امشي معايا تكسب. في وقت من الاوقات يجب علينا ان احنا نوقف استقبال طاقات، لان الطاقة اصلا بتاعتي متشقلبة، وطاقة الجذب بتشقلب الطاقة. ليه؟ معجونة بتعلق. هاتوا عجينة وحطوا عليها زيت زيت زيت، املوها زيت، تعرف تعجن؟ العجين لما تملاه زيت هتعرف تعجن؟ لا يمكن تعرف تعجن لو مليانة زيت. ليه؟ ما خلاص التعلق هيعمل إعاقة للطاقة بتاعتك. أنا قلت أكبر معوق للطاقات الجديدة إنها تخش علينا التعلق العاطفي ده. خلاص اتعوق الطاقة الجديدة، خلاص بقى خلصت، والجذب معوق. بعيدا عن الجذب في كارثة تانية
اللي هي العين التالتة اللي انا اتكلمت عنها. يعني انا بعدلكوا دلوقتي ايه اللي بيحصل بالترتيب عشان ما تتوهوش بره الموضوع. يعني العين التالتة فتحها خطر، نعم. والناس اللي طالعه تتكلم عن الجذب دول، هل هم عارفين حوار العين التالتة؟ اتحدى حد فيهم عارفين ايه حوار العين التالتة ده، هل هو بيفتح ولا لا؟ هما بيقرأوا عنه ان هو خاص باللاوعي، لا هو خاص بالعين التالتة. الجذب اصلا اللي جربه دكتور نفسي، عمل عملية الجذب، حط 2 كل واحد في أوضة، ده بالنسبة يعني للجذب النفسي يعني، وقال لك ده فكر في ده وفكر في ده، فعلا فكر وده لقاه وده قال لك ده بيفكر فيا وده وفعلا 2 طلعوا بيفكروا ببعض. جه بقى علم الطاقة وقال لك ده حبل أثيري، جه الشفاء الذاتي وقال لك ده تخاطر، لو بيسميه طبعا التخاطر. كل دول طلع بقى لا علم طاقة ولا شفاء ذاتي ولا ده خالص، ده كل ببساطة هو انتقال الأفكار عبر العين التالتة، بتدي أمر بحمل هذه الرسالة عبر الحبل الأثيري. عشان كده بيقولك لازم تكون عارف الشخص ده، شفت الشخص ده، لمحته على الأقل وعارفه وهو عارفك وعارف سنك وعارف عنوانك، أو عارفك يعني بيشوفك في الدرس، بيشوفك في الكلية، عارفك عشان لما تجيله الرسالة يستقبلها. فأنا لما جربته كنتش عارفة خطورته، نجح معايا نجح، لكن ما كنتش أعرف إن مش بس العين التالتة تفتح معايا، لأ، ده بعد كده جاب لي اعراض طبعا جسديه، يعني فتحت لايه العين التالتة، عشان ما اكونش بعيد وبزيد في نفس النقطه او في نفس الحاجه. هل الجذب حقيقي؟ عشان نجاوب على السؤال اللي على الشاشه، نعم، ليس وهما، ليس وهما. الحقيقه التي لم يقلها احد عنه ان هو بيساهم في فتح العين التالتة، وده بيشكل خطر كبير على الانسان اللي مش عارف هو بيعمل ايه. شوفوا، انا ما قلتلكمش دول ناس كفرة وناس شاذة، لا، انا قلتلكوا اللي ما يعرفش العين التالتة ما يجربش. لكن هل في ناس بتفتحها؟ في ناس ماشية بيها، ايوه. في ناس بتحب تفتح العين التالتة، ايوه، وبتخدمهم في شغلهم، نعم. العين التالتة هي التي تفرق بين الحقيقة والوهم. اي حد فاتح اللايف عايز يعمل جذب، انتوا حرين. اللي عايز يعمل جذب يا سلام، ايه المشكلة؟ ولكن هنبقى عارفين انا رايح فين وجاي منين، عشان ما يحصلش اللخبطة، او ما يحصلش اللي هو ايه اللي بيحصل لي، ما اصحيش من النوم احس فيه كوابيس، احس فيه جاثوم جه عليا. جاثوم بيجي برضو في العين التالتة ما يكون فيها اخلال فيها او شيء، ما يحصلش تساقط للشعر للبنات، وجع في الظهر، وجع في صداع رهيب يمسك الرأس كله زي الدورية من عند العين. كل دي أعراض جسدية. الأعراض التانية بيمنع طبعا العين التالتة لما تتفتح بدون داعي بيبدأ فيها هلاوس، بسمع حاجات، بشوف حاجات، بصدق حاجات غريبة في دماغي، حد بيتكلم معايا في دماغي، دي كلها أعراض العين التالتة. فلو حضرتك عايز تعمل جذب اعملوه، انا ما عنديش مانع، انا طالعه فقط يعني بقول الشيء العام، لاني انا تعبت من الفيديوهات اللي الناس بتبني عليها فلوس، مع ما فيديو يكون جايب 200,000 لايك وتفتح لايف تشرح عملية الجذب، لكن هي مش قادرة تقول الحقيقة، لأن قالت الحقيقة الناس هتخاف. عين تالتة ايه يا عم، وانا ناقص افتح عين تالتة؟ وبعدين ده بيقولوا حرام، وانت فتحته على اي موقع واحد يقول لك ده حرام، والناس تقول لك ما خرجش بره العقيدة او ما خرجش بره الدين أو. بعيدا عن ده كله، هي ليها اضرار ويجب علمها ويجب ان انا اتشبث بيها. بلس بقى ان الجذب طبعا بيدخل في اطار الكارما. الكارما ما بتحبش الجذب، نعم، ما بتحبوش. واللي يقول لك لا الكلام ده فاضي، لا، هو الكارما فعلا ما بتحبش الجذب، ما بتفضلوش، لان هو انا بجذب طاقة. يعني انا عايزه اديكم مثال اوضح ليه عشان الناس تفهم الحته دي زياده عن اللزوم. ايوه، عايزين زياده عن اللزوم يفهموها. انا لما الكارما تبعد عني حد، بعدت عني دلوقتي، انا عارفه واحد اسمه شريف دلوقتي، اوكي، شريف الكارما خليته يبعد عني، عمل لي بلوك وبعد عني. بصوا، عمل لي بلوك، يعني مش بس بطل يكلمني، لا، عمل لي بلوك، خلاص حلو. يبقى الكارما بتقول لي شريف طاقته ما تنفعش معاكي دلوقتي، ايا كان هيجيلي بقى بعد سنه، سنتين، 3، 4، شريف ما ينفعنيش دلوقتي. اقوم انا قايله للكارما او للكون او ليا او لربنا، لا يا رب، انا عايزه الشخص ده،
ودلوقتي. فبيحاول الإنسان محاولة بائسة منه أن يوصل رسائل متتالية لشخص، فتجذبي طاقته ليكي، كل شوية عمالة تجذبي طاقته ليكي، بتفتحي طبعا الطاقات على بعض، وده طبعا خطر جدا احنا نفتح طاقتنا على بعض. وفتح الطاقة على بعض دي معناها ان هو بجد ده مش هزار، انه لو حس بحاجة انا احس بيها فورا. يعني لو هو عارفيني طبعا التبادل الطاقي، خدوا التبادل الطاقي، الطاقة الجنسية من ضمنها المشهورة جدا اللي هو الجنس الطاقي، وكل ده من فتح العين الثالثة، وده يعني من ضمنها. والجنس الطاقة بيحصل لوحده من غير فتح العين الثالثة، بس بيحصل أكتريتهم اكتشفوا كده للناس اللي مارسوا الجذب بدون وعي منهم. فبنفتح الطاقات على بعض. لو الشخص ده بيمارس عملية جنسية دلوقتي مع زوجة تنتقل إليكي، طب أنا ليه أدخل نفسي في الحتة دي حضرتك؟ أنا إيه اللي دخلني هنا يا عم؟ لا أصلا ده كنت عايزة أخلي الشخص ده يكلمني، إيه اللي دخلني دلوقتي هو مع مراته وأنا مع جوزي، ولا أنا مع حد تاني؟ طب أنا عايزة أقفل الشبورة دي. الحبل الأثيري ما بينقلش كل الطاقات لو أنا كنت متحكمة في طاقتي، أفلاها وإنه عليها تحصين الطاقة. إنما أنا بالجذب بفتح بقى، فتح الدنيا خلاص على بعض، فالطاقة بتاعته بتنتقل ليا في سرعة البرق. يبقى ده من علامات الخطر، ما يخلي وقف كده وقف كده. طب نرجع للحتة دي الأساسية تاني. الكارما ما بتحبش الجذب ليه؟ طاقتك ما تنفعش مع الراجل ده، طاقتك ما تنفعش مع الست دي، لا أنا عايزة الراجل ده. طب تمام. والكارما عمرها ما هتسمح ليك انك تدمر حياتك، فتخش في ليلة مظلمة. والليلة المظلمة انت مش عارفها، انت بتعمل جذب من غير ما انت عارف ايه ليلة مظلمة. مش لما تخش في حاجة اسمه اكتئاب اللي هو المعروف عموما، تحس انك الدنيا ضاقت بيك، افكار انتحارية، في ايه في بيحصل فيا، نفسيتي صفر ليه، انا حد حاسدني، حد مديني عين في حياتي. الكلام ده كله طبعا واهي مش حقيقي. كل ما في الموضوع ان حضرتك بتعارض امر جالك. فالكارما عشان تحميك بتدخلك في ليلة مظلمة. ايوه ليلة مظلمة حماية. ايوه دي معلومة حابة اقولها لكم، الليلة المظلمة بتيجي على اي حد كحماية ليه انه يمشي في طريق معين، عشان ترجعك من الطريق ده فتدخلك في ليلة مظلمة، عشان تكتشف بعض الحقائق او تقعد شوية جوه وتخرج بيها، تروح بقى تنصاع للامر ده. بتأدبك بس بشويش، لانها ملهاش سلطة عليك تمسك، مش هتمسكك من شعرك تخبطك في الحيطة، لكن هي لها سلطة على الروح. تؤمر الروح تقول لها تمام. لو الكارما شافت حد داخل مع مثلا، خلي بالكوا عملية الجذب لو دخلت في اني لازم الشخص ده يجيلي، لازم يجيلي، دخلت انت في ذات مزيفة، اوامر الذات المزيفة طبعا. فالكارما تشوفك الذات المزيفة خلاص بقت مسيطرة عليك، تدخلك في ليلة مظلمة اللي هي بنسميها الطاقات طبعا المنخفضة. وتحسوا ان انتوا في طبعا بيظهر اعراض جسدية زي الخمول، زي الكسل، مش قادر اقوم من على السرير و. طيب هل في ناس كل الناس حصلت معاهم كده في الجذب؟ لا طبعا، اكثريتهم ما حصلش فيهم كده. الله، يعني في ناس معاهم اهو. الناس اللي ما بيحصلش معاها الاعراض اللي انا اتكلمت عليها دي بيحصل معاها فتح عين تالتة، ولكن الناس دي عندها تحصين طاقي هما ما يعرفوش بيه او ما يدروش بيه. التحصين الطاقي معروف بقى، دي انا ما اقدرش افتي فيها. في الهندوس التحصين الطاقة عندهم بعبادة، العبادات عندهم عبادة معينة. فكل حتى علماء الطاقة، يعني علم الطاقة نفسهم، قال لك التحصين الطاقي مش هيطلع بره العبادة. فممكن الناس اللي بتعمل جذب وبتصلي او عندها رابط ديني معين، بتقرأ قرآن و فالعين التالتة ما بتقدرش ان هي تطلع الاعراض دي عليهم، بتتصد مع العبادة. وطاقة العبادة طاقة قوية جدا، وهتكلم عنها في لايف برضو لوحدها قريب جدا. طاقة العبادة طاقة قوية جدا 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 جدا. ده انت لو قلت الأذكار مرة واحدة، ده الناس المسلمة، في برضو المسيحيين ليهم أذكار برضو، لو قلت يعني استخدمت العبادة في صد أي رضاعات، يعني أي راضعة، يعني أي شيء، هي راضعة عن أي شيء، طاقة من الظلام، طاقة حسد، طاقة غيرة، طاقة تحكم، طاقة جذب. في ناس بتستخدم الجذب استخدام سلبي، عايز يجذب حد متجوز،
عايزة تجذبي رجل متزوج، طبعا كل ده عكس الكارما. الكارما ما تحبش حد يجيب حد من ايده يقوله تعالالي. الكارما تقولك انا اجيب لك الشخص في التوقيت الالهي. انت قاعدة معززة مكرمة، حاطة رجل على رجل، ماسكة كتاب بتقرأي وتفكري في حياتك، انا اجيبهولك. لكن انت ما تروحيش تجيبي حد. عشان كده بقول عكس الكارما. ما يقولش الكلام ده غير اللي فهم يعني ايه جذب، يعني ايه عملية جذب. هي حاجة هيصة بقى، اللي هو الله جذب، هجذب واحد وانا قاعدة على السرير، اتس اوكي، ما عنديش مانع اكلمك في التليفون، انا ما عنديش مانع. بس خلي بالك وانتي بتجذبيه في حاجات تانية ما وراء الكواليس تفزع. انتي بتلعبي في طاقتك وانتي قاعدة، مجرد ما تتخيلي حاجة. الناس اللي ما بتنجحش معاهم هم الناس اللي ما عندهمش طبعا يقين بالعملية اللي بيقوموا بيها، وهي طبعا العملية محتاجة كلها عملية يقين، لاني بسكت الوعي الاصلي وببدأ فلا وعي اللي هو بعد الوعي الاصلي يشتغل مع العين التالتة. لازم يقين، وان انا اكون متأكد وعندي النية الكاملة ونيتي متجهة. يعني حرفيا بيسموها مثلث الروح. العملية دي بيشتغل فيها اقوى مثلث الروح، العين التالتة والروح، وطبعا اكيد بعد الروح بعد العين والروح والجسد، كل دول بيبقوا في وضع سكون. والعين التالتة تخيلوا معايا المثلث كده، العين التالتة بتبقى فوق، يعني رأس المثلث من فوق العين التالتة، الاتنين دول بيتفقوا مع العين التالتة، هوبا طلعوا منهم الشعاع اللي بينتشر في كل حتة. يجي بقى يروح فين؟ يستقر في الحبل الأثيري اللي هو هينقل الرسالة في سرعة البرق. هل العملية دي بتحصل لوحدها؟ الإجابة نعم. مع مين؟ بداية مع الأم اللي بتحس بابنها لما مات لا قدر الله، حصل حادثة، حد اداله مثلا بوكس في وشه، ابنها قال مثلا كده، تقول لك قلبي انقبض. الحبل الأثيري بينهم واحد، لا يمكن الحبل الأثيري بينه وبين الأم يتقطع أبدا. البنوتة اللي كتبت لي كومنت تقول عايزة أقطع الحبل الأثيري مع ماما، لا، ما يقطعش حبل أثيري مع أم أبدا، لأن الحبل الأثيري من وانا في الرحم موجود. فالمهم ان الحبل الأثيري ده ما بيتقطعش. طب بيحصل بينه ايه؟ هو الحبل الأثيري انتقال الرسائل والطاقات من خلاله. مع كل واحد شفته وركز معايا وركزت معاه، هناك أقاويل تقول لك عينك تيجي في عينه، واحد تاني يقول لك ايدك لمست ايده، واحد تالت يقول لك في مشاعر طلعت كده واهتزت بيها. طب لما حد يبعت لي رسالة وعيني رفت العين اللي غير مبررة دي، طاقة بتنتقل من الحبل الأثيري من فلان لفلان. مع الطاقة طاقة ايه؟ طاقة شفافة يا جماعة. فما مش هتيجي تقول لك مساء الفل، في واحد بعت لك رسالة من محافظة الإسكندرية ولا من الدوحة ولا من قطر، ولا محدش هيقول لك كده. دي روح خفيفة، طاقة مش بتتشاف. فتعمل لك ايه مثلا؟ اللي هو عين ترف. أسهل حاجة طبعا تحس ان الشخص ده جه على بالك، تقابل كلمة عينك تيجي على كلمة وحشتني مثلا، تقلب في الفيسبوك تلاقي عينك جت على كلمة غريبة قوي، وحشتني. بتقلبه في مثلا في البرنامج بتاع الأغاني ده، تلاقي حد كاتب كومنت باسمك على الأغنية، بسينة، سلمى، مسعد. دي كلها الطاقة، معناه ان حد كان بيفكر. دي حقيقة، ده حقيقة. امتى أؤمن يبقى عندي إيمان ان هذه الطاقة ليا وان شاء الله بيتواصل روحي معايا؟ اما اكون مش قاعدة 24 ساعة بفكر في إبراهيم، بفكر في فهد، بفكر لا، أنا ورايا امتحان بكرة اهو مثلا 1 2 3 4 وأنا ذاكر ويا رب أخلص 60 صفحة دول النهاردة. فجأة وأنا بعمل الحاجة الشخص ده جه في دماغي وجيب قوة، جيب طريقة أنا مش افتكرت حاجة عنه غريبة. والطاقة سبحان الله، طاقة الغضب بتتحس وطاقة الحب بتتحس وطاقة الغيرة كمان بتتحس. لو الشخص ده بيفكر فيك اللي هو يا ترى فاكرني، تقوم انت تحس الطاقة بتاعته خفيفة، اللي هو هي بتبقى محسوسة كده. طب لو طاقة غضب تحس انك متضايق من الشخص ده، هو بيبعت لك طاقة غضب، بيفكر فيك بغضب. سابني ليه، مشي ليه، ما بيردش على الرسالة ليه، فدي طاقة الغضب. عشان كده يقول حد يقولك انا حاسس انك زعلان مني، مع انه ما شافوش ولا شافك. طب حس منين؟ من طاقتك.
طب في واحد يكلم واحد في التليفون يقول لك انا حاسس انه متضايق، طاقه انتقلت من التليفون ليك، خلاص الطاقه بتاعته بينكم وبين بعض حبل اثيري قوي. طب هو في حبل اثيري ضعيف؟ لما يكون طرف اصلا في الاصل ما عندوش مشاعر خالص للطرف ده، احنا كلنا بيتولد بينا حبل اثيري. طب لو شخص ما عندوش اي طاقه انجذاب ولا حاجه للشخص ده، هل الحبل بيبقى قوي ولا ضعيف؟ ضعيف. عشان كده مهما تبعت ليه من طاقات ما بيتاثرش، او يتاثر لفتره ويختفي، اللي هو ما بينه اللي احنا بنتكلم عنه النهارده، الجذب. انا ببعت طاقه لواحد اصلا مش منجذب ليا، فبالتالي مش هيأثر فيا اصلا، ولا هيأثر فيه 5 دقايق ازيك عامل ايه وحشتيني، ويرجع تاني كما هو عليه، رجعت ريمة لعادتها القديمة. انما لو الشخص ده كان زوج ليا، طليق، وكان هو بيحبني، مازال لسه بيحبني، فبعت له رسالة بقول له وحشتني، هيقول لي، هيرجع يقول لي ازيك عامله ايه اخبارك، والطاقة بتاعته اللي جواه بقى هي بقى اللي بتفضل زي ما هي، تتحرك بقى، بيحبني ما بيحبنيش، عايز يكلمني اصلا و و و و و لكن هل طاقة الجذب تخليني اتجوز محمد؟ لا. تخلي محمد يرجع لي؟ لا. محمد كل اللي هيعمله انه يقولك ازيك. طب هل ممكن طاقة الجذب تحرك واحد مش عايز اصلا يقرب؟ لا برضه، لان هو مجرد ما استلامه لهذه الرسالة بيقعد فترة كده متأثر بيها. لو هو عنده تحصين قوي مش هيعمل حاجة. والدليل على كده ان حضرتك بيجيلك طاقات من واحد مفرقاه وعامله له بلوك، ساعات تحس انك عايزه تفك البلوك وبعدين ترجعي تقولي لا انا مش فكاه، الله ما فكيتهوش ليه؟ هو بعتلك طاقه، بعتلك رساله يقولك فك البلوك، فك البلوك، فك البلوك يا ساره، افتح البلوك يا ساره، ومع ذلك ما فكيتهوش. طب ليه؟ عامله تحصين. طب هو التحصين ده بيجي منين؟ التحصين الطاقي اللي بتكلم عليه وبنبح صوتي فيه، على طول بطلع اتكلم عنه، التحصين الطاقي اللي بيخلي ولا اي طاقة اجدعها طاقة تأثر فيا. لان انا لو هتأثر بطاقات اللي حواليا كان زماننا دلوقتي متبهدلين في الطاقة بتاعتنا. عشان كده بكل بساطة ووضوح، الجذب زي ما قلت عملية تبان من براها ان هي واو زي الفل، حاجة بسيطة هجذب بيها اللي انا عايزه، لكن في المحتوى بتاعها من جوه وداخلها في كارثة، هناك كارثة. حضرتك قادر عليها اتفضل، مش قادر عليها يبقى تسلم نفسك تسليم نهائي للكارما اللي بتسقف لك. كارما بتسقف لك اول ما تلاقي نفسك بتعمل التسليم النهائي، والتسليم النهائي بيقولك لو سمحت لما ابعد عنك حد ابوس ايدك، ركز بقى في اللي انا اديتهولك دلوقتي. انا دلوقتي قدمتلك طبق فيه لحمة وشلت من قدامك طبق فيه بطاطس، طبيعي من البديهي افهم من رسالة شيل الطبق ان انا اكل اللحمة. لكن في ناس عندها ما يسمى وهتكلم عنه بالغباء الطاقي. عارفين ايه هو الغباء الطاقي؟ وهو مش مصطلح جديد، هو قديم بس الناس ما بتدورش عليه. اما الطاقة بتقول له تأمره امر يقول لا سمحت انا عايز اللي انت خدتيه. يا استاذ انا بقول لك ركز في طبق اللحمة، انت عايز بطاطس انا شلته، يبقى بقول لك كل اللحمة، لو سمحت كل اللحمة وسيبك من البطاطس.